رئيس ترامب جن جنونه. مايكرو استراتيجي اشتريت رجعت بيتكوين، وأخبار السوق خبيصة بإيجابية بينعدوا على الأصابع. ما فينا نقول غير الله يستر. خلينا نشوف وين رايحين. قبل ما نشوف وين رايحين تحكي كلمة أو خبر خبرية. بكرة رئيس ترامب الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت لبنان بده يطلع ويحكي، فهون عن جد الله يستر. خلينا نشوف شو في معنا أخبار اليوم. مايكل سادر أو مايكرو استراتيجي اشترت 592 حبة بيتكوين بسعر 39 مليون على سعر 67200. استراتيجي مايكرو استراتيجي صارت هلا حاملة 717722 حبة بيتكوين بسعر 47 مليار دولار على معدل شراء 76000. وهلا هي بخسارة ضخمة بقيمة 7 مليار دولار، واللي هي تقريبا 13% من القيمة اللي هي اشترت فيها أو الخسارة اللي هي هلا فيها. رئيس ترامب عم بيقول المحكمة العليا بأمريكا أعطته قوة أكتر من بعد قانون، من بعد ما قالت إنه تعرف الجمركية اللي حطها منها صحيحة. AI won't bank like a humans, it will bank in Bitcoin. ميتا بلانت CEO سايمون جيروفيتش عم بيقول AI agents بالمستقبل ما حيعتمدوا على البنوك ولا البطاقات ولا حتى المصاري، هن بالمستقبل رح يعملوا بيتكوين. خبر غريب من نوعه بس مهم. في حوت فتح محفظة وأودع فيها 1,500,000 مليون USDC، وأودعهم بهايبر ليكويد، وفتح لونج على الإثيريوم ب25x. خبر إيجابي وخطير. حوت من بعد ما صاروا 5 أيام ما عم بيبيع، رجع أودع 13249 حبة إثيريوم بسعر 25 مليون بمنصة OKX للبيع. في محفظة اليوم استلمت 26 مليون حبة WLFI بسعر 3.2 مليون وأودعتهم للبيع بمنصة باينانس. رئيس ترامب عم بيهدد ويقول أي دولة بدها تمشي بقانون المحكمة العليا رح يواجه تعرفة جمركية جدا عالية. إريك ترامب عم بيقول extremely excited to bring the Trump organization to the Maldives and combine these two incredible worlds, hard assets with digital assets. إريك ترامب عم بيقول World Liberty بدها تعمل رقمنة للأصول تبعها بالمالديف، وهيك عم تجمع بين الأصول الهارد أسيتس اللي هي الأصول أو العقارات بيتعملون ديجيتال أسيت رقما. خبر مهم للكريبتو.كوم، منصة كمنصة وعملتها الثابتة أو العملة الخاصة فيها CRO. كريبتو.كوم استحصلت على موافقة بأمريكا لتكون هي مثل شركة ريبل بنك للكريبتو. اليوم في منصة على سولانا من أهم المنصات بسولانا، واللي هي منصة ديفاي. ستيب اسم المنصة تعرضت لهاك لقرصنة وانسرق منها 26 مليون دولار. حوت أو تريدر عمل ماكس ليفرج أقصى رافعة للذهب والفضة، وعمل شورت للسوق الكريبتو ككل. يعني هل يا ترى هذا بيعرف شيء إنه السوق رح ينزل أكتر والذهب والفضة رح يطلعوا أكتر؟ الأيام الجاية بتخبرنا، وبعتقد هذا اللي حيصير. 2 تريليون نبيعه من عالم الكريبتو. وهلأ رجعنا لمرحلة ما قبل انتخاب ترامب بشهر 10 من سنة 24. في حوت بيع 16924 حبة إثيريوم بسعر 31 أو 32 مليون بسعر متوسط على 1889 بخلال النهار. خبر كتير مهم لعالم الكريبتو بالإجمال. شركة NG هي شركة كهرباء بفرنسا وحتى معروفة كمان ببلجيكا، عندها مساحة كبيرة وعاملة عليها سولار بالبرازيل، راح تستعملها كمايننج سيستم لتستخرج بيتكوين. في حوت صاروا 3 سنين ما عم بيتحرك، أودع 650 حبة بيتكوين بسعر 43 مليون بمنصة جيميناي، وأكيد هيدا راح يتم البيع عليها. مجرد ما أي واحد بيرسل
عملاته على منصة يعني هو راح يبيع. هاي كان كل أخبارنا اليوم، بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونا فولو لايك وشير.